تعرفوا ان احنا في ربع ساعة بس هنعمل الطبق الجميل ده. الوصفة دي كانت ترند كده من كام شهر وجربتها وبصراحة عجبتني جدا، وكان نفسي فيها اليومين دول فقلت اصورها بالمرة وافكركم بيها. عشان نعملها هنحتاج طاسة ونحط فيها معلقة او معلقة ونص كبار من السمنة، وعليهم كوباية من السميد. السميد ده هو السميد السادة اللي هو معلهوش اي اضافات، ممكن نجيبه من عند العطار او نجيب الاكياس اللي بتتباع في السوبر ماركت. هنقلب بقى السميد مع السمنة كويس جدا لغاية ما نحس بريحة السمنة وريحة السميد طلعوا، بس من غير ما ياخد لون. لازم نفضل نقلب كده على طول، يعني هياخد حوالي دقيقة. بعد كده هنضيف عليهم كوباية من المية السخنة جدا. في الأول هتحسوه كده عامل زي العجينة، ما تقلقوش، افضلوا قلبوا فيها. طبعا النار لازم تبقى متوسطة في الوقت ده، والخطوة دي بتاخد وقت شوية، يعني تقريبا ربع ساعة من التقليب المستمر لغاية ما السميد كده يستوي ويتنفش ويتحول يبقى زي الكسكسي. شايفين بقى مع التقليب المستمر بعد ما كانت عجينة خالص بدأ شكلها يتغير ازاي كده، وبدأت تفلفل شوية عن الأول، بس لسه برضو محتاجة لسه تقليب أكتر. ممكن في الوقت ده تقريبا كده كان عدى حوالي 7 دقايق 8 دقايق من ساعة ما ضفت المية السخنة. ممكن في الوقت ده نوقف لو خلاص مش قادرين، وندوقه بس كده نشوف ان هو استوى، ونضربها في الكبة بنظام النبضات، يعني هيبقى مفلفل زي الكسكسي عادي جدا. او ان احنا نكمل في الطاسه بالشكل ده تقليبها لغايه ما يكمل، يعني تقريبا حوالي ربع ساعه، او لغايه ما بيفلفل معانا زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه بس ان ايدينا بتقلب على طول والحراره تبقى متوسطه، عشان احنا مش عايزين حبات السميد تاخد اي لون. كده خلاص بقى جاهز، هنطفي النار، بس بعد ما بنطفي بنفضل برضو نقلب باستمرار كده لمدة 3 دقايق 4 دقايق. ده بيخليه يفلفل اكتر ويبقى جاهز بالشكل ده. نجيب بقى طبق ونغرف فيه الكسكسي الجميل بتاعنا اللي ما خدش غير ربع ساعة بس في تحضيره. شايفين عامل ازاي؟ بجد يجنن. نضيف عليه بقى السكر البودر كده، وممكن نحط عليه اي مكسرات نحبها او الزبيب. بجد لذيذ جدا. بس ناخد بالنا ان الكسكسي ده لازم يتاكل وهو دافي، عشان لو سيبناه يبرد هنحس ان هو نشف شوية. عشان نرجعه طازة كده وجميل بنسخنه في الميكرويف، او نحطه في الطاسة برضو ونحط عليه معلقة صغيرة كده من المية ونسخنه تاني. بجد طعمه قريب جدا للكسكسي بنسبة 80 أو 90%. يلا بقى جربوا حتى كوباية واحدة من السميد، وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفة. واشوفكم على خير الفيديو الجاي.